معاكم أميرة أبو زيد. يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونبدأ الوصفة بتاعتنا النهاردة. الوصفة بتاعتنا النهاردة جبارة يا جماعة، بجد حلوة جدا جدا. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله اللهم بارك. معايا سمك بوري. أيوة لازم نجيب سمك بوري. السمك البوري ده بنشتريه من عند بتاع الأسماك، وبنقول له أنا عايزة سمك بوري، عشان في سمك زي شكله بالظبط واسمه طبار. فهنعمل النهاردة فسيخ حلو جدا جدا. السمكة لازم تكون فريش وتكون ما فيهاش تلج، وكمان تكون زي ما انتم شايفين كده لونها جميل جدا، وشكلها طبعا بيتكلم عن نفسها. غسلتها كويس جدا وبعدين سبتها في المصفى حوالي 5 ساعات تصفي المية كويس جدا. بعد كده بجيب مناديل المطبخ وبنشفها وبنشف الخياشيم بتاعتها، وبجيب كده زي ما انتم شايفين بعمل لها مساج كده للسمكة. بكون مجهزة معايا ملح خشن. الملح الخشن ده اسمه ملح بحري، بنشتريه من عند العطار. بنجيبه علشان نعمل بيه الفسيخ بالطريقة دي. كده انا عملت للسمك كله زي ما انتم شايفين كده. بحط المناديل في الخياشيم وبعمل للسمك كله المساج. بعد كده بشيل المناديل كده بعد ما اتاكدت ان هي اتشربت كل السوائل الموجوده في خياشيم السمك. بسيبها كده حوالي دقيقتين وبعد كده بشيلها. زي ما انتم شايفين الملح اهوت. للناس اللي مش عارفه الملح اللي هو الخشن او الملح البحري ده بنشتريه كده من عند العطار. بحط هنا الخياشيم بتاعته بملاها، وبجيب كيس يكون اكياس نضيفه طبعا، وكياس تكون مش مخرومة. باجيب الرشة كده بقبضة ايديا في أرضية الكيس شوية من الملح، وبعد كده بحط السمك وبعدين برش برضو عليه شوية من الملح. بيكون برضو الملح بتاعي مش كتير، بقبضة ايديا بس كده وبرش عليه. الفسيخ ما بيحتاجش ملح كتير وكمان علشان يكون معايا مظبوط تمام كده. بس القطعة بتاعة التصوير للأسف ما جاتش وانا برش الملح جوه كيس. بعد كده بجيب بقى حوالي 5 أكياس وبحط الفسيخ بتاعي وبربط كويس جدا وبفضي الهواء منه. بعد كده بجيب بقى بلاستيك راب أو ستريتش وبلفه كده الأكياس دي عشان أتأكد إن مفيش هواء يدخل خالص جوه الفسيخ. طبعا الفسيخ ده عملناه بطريقة المحلات أو اللي هم فسخانية، علشان الطريقة دي هي الصحيحة. مفيش أي افتكاسات خالص بقى. مش بنحط لا كركم ومش بنحط اللي هو البابريكا، لا هو السمك بيبقى الفسيخ سوري بيبقى ملح بس تمام. بجيب هنا علبة تكون محكمة الغلق وبحط فيه الفسيخ بتاعنا وبقفل عليه كويس جدا. بحطه في مكان ما يكونش يعني مكتوم. ممكن نحطه في مكان يكون فيه تهوية شوية، يعني ما يكونش فيه المطبخ علشان المطبخ برضو بيكون فيه حرارة البوتاجاز. فانا هنا احطه في مكان يكون جيد التهوية شوية. بعد كده كل يوم بقلب الكيس للجنب التاني عشان بينزل السوائل اللي فيه دي، عشان يكون السمك كله كل يوم بقلب كده شوية علشان ما فيش سمكة تنشف والسمكة تكون فيها المية. بعد 4 أو 5 أيام بالكتير، علشان احنا في الصيف بيكون الجو حر والفسيخ ما بيتحملش معانا. حوالي 4 أيام بالكتير، 4 5 بالكتير بتكوني فاتحة عليه. زي ما انتم شايفين كده انا هنا اهوت بفتح الاكياس وشايفين ما شاء الله اللهم بارك بجد السمكة معايا تحفة. طبعا لازم تكون السمكة واثقين فيها ان هي تكون سمكة بوري وتكون سمكة فريش وكمان تكون نظيفة علشان يطلع لي نتيجة كويسة للفسيخ. تمام كده. معايا الفسيخ بقى هنا زي ما انتم شايفين كده بجد منزل السمنة بتاعته في المية وزي الزبدة يا جماعة. عايزاكم تشوفوه بس شوفوا طريقة قد ايه جميل جدا بجد حلو قوي قوي. الاكلة دي طبعا بتغسل كده الروح وبتغسل القلب وبتدخل كده تنسيكي كل همومك. بصراحة الأكلة دي لو كلناها كل يوم مش هنزهق منها. محدش يقول يا عشان دي أكلة من التراث المصري. بجيب هنا الفسيخة كده وقشرت القشور بتاعتها وهبدأ كده افتحها علشان بجد يعني الواحد بينهار جنب الفسيخ ده. يعني الواحد عايز فرن عيش عشان ياكل بيه الفسيخ. انا هنا زي ما قلت لكم شلت القشور بتاعته بالسكينة وبعدين هبدأ هنا اشيل الراس
وننضف البطن بتاعه. طبعا فسيخ يعني بصل يعني ليمون يعني فلفل حامي او شطة. في ناس بتحب تاكل معاه خضار اللي انتي حباه، يعني زي خس، جرجير، بقى خيار. انا بصراحة ما برجحش الخيار جنبه ابدا لانه بيبقى بيظهر الزفارة. قالوا بينا بقى نشوف الجمال والحلاوة دي. شايفين بقى اللون بتاع السمكة عامل ازاي؟ بجد زبدة يا جماعة، طعمه رهيب، حاجة كده والله بجد يعني تدخل القلب. هنضف بس البطن كده. انا بعد كده هفتح محل فسخاني بقى كده وهعمل منافسة مع المحلات. بجد حلوة جدا جدا. الفسيخة دي طلعت من نصيبي، الباقي طبعا اتباع عشان ده شغلي. بجد حلو قوي. انا كنت جربته قبل كده ودي تاني مرة بجد اجربه. بجد انضف واحلى واطعم. انت بقى بتظبطي الملح بتاعك وتظبطي اليوم اللي انت عاوزاه. الصيف طبعا بيبقى الفسيخ ما بيقعدش فيه وقت طويل، بيبقى زي ما قلت لك 4 أو 5 ايام وتاكلي احلى فسيخ زبده زي ما انتم شايفين كده، بينك بقى وجميل جدا. وطبعا احنا غاسلينه ومنضفينه. يا ريت بقى تجربوه وتكتبوا لي كومنت حلو كده منكم وتقولوا لي ايه رايكم في الزبده ده. شايفين اللون البينك ده؟ انا بحب الفسيخ اللي هو بالطريقه دي. بجد حلو جدا. بحب الملح المظبوط، مش بحب يكون مملح قوي وما بيكونش برضو الملح بتاعه خفيف. بجد حلو قوي. شايفين البنك بتاعه يا جماعة؟ والله رهيب. جربوه وقولوا رايكم فيه وتكتبوا لي كومنت حلو كده منكم وتقولوا لي انتوا بتتابعوني منين. ان شاء الله نشوفكم في وصفة جديدة وفكرة جديدة. ومش هقول لكم باي باي لان انا بصوا انا يعني الاكلة دي يعني بصراحة عايزة لها قعدة بعد كده. بعصر بقى ليمون بقى ونجيب العيش البلدي بتاعنا السخن ده. شايفين بيطلع معايا بكل سهولة، والله بكل سهولة. شايفين ما شاء الله اللهم بارك، تحفة، لذيذ قوي. ده يعني ده حبيبي حبيبي حبيبي، ده روحي كده من جوه، ده ماليش الا هو. شايفين بقى؟ اسيبكم على خير ونتقابل ان شاء الله في وصفة جديدة وفكرة جديدة، وباي باي. باظظ خالص.